هاي، ازيكم؟ انا مريان وهكون معاكم في BC Parenting Tips. يلا بينا. كلمة حاضر بيبقى نادرا جدا ما بنسمعها من ولادنا، بيبقى صعب قوي عليهم ان هم ينطقوها، بتبقى كلمة تقيلة قوي عليهم، بتحسسهم ان هم مش عارفين ياخدوا حريتهم ومش مستقلين، علشان كده دايما بيقولوا لا. طب احنا بيبقى نفسنا ان احنا نسمع منهم الكلمة دي، نفسنا بس نحس ان هم في امل ان هم يسمعوا الكلام. ازاي نعلمهم يقولوا كلمة حاضر، يقولوا يا حاضر ويعملوا بيها فعلا؟ في طرق كتير قوي ممكن نعلمهم بيها. يعني ممكن مثلا نقعد نقول لهم قول حاضر، قول حاضر، قول حاضر، قول حاضر، قول حاضر. بس طبعا الطريقه دي مش هتعلمهم اي حاجه، غير ان هو هتعلمه ان ماما وبابا دول زنانين، وهتكرهوا في الكلمه اكتر، فاكيد الطريقه دي غالبا مش هتنفع. في طريقه تانية ممكن تكون لطيفه برضو، ان هما يسمعوا بابا وماما بيقولوا حاضر لبعض وللولد كمان. يعني لما الطفل يسمع بابا وماما بتقول لبابا حاضر يا بابا هجيب لك اللي انت عايزه، حاضر يا بابا هعمل لك مش عارف ايه، لما يسمع ماما بتقول حاضر وبابا بيقول حاضر كمان لماما، هيبتدي يعرف ان الكلمة دي حلو ان هي تتقال، بتتقال عادي. وكمان لما بابا وماما هما الاتنين بقى يقولوها للطفل، يقولوا للطفل حاضر لما يطلب حاجة، حاضر هنجيب لك اللعبة بتاعتك، حاضر هنعمل لك الاكل، حاضر مش عارف ايه. كلمة حاضر لما يبتدي يسمعها مننا واحنا بنكررها كتير لبعض وليه، هيبتدي يعرف ان الكلمة دي من الكلمات الحلوة. ولادنا بيتعلموا من تصرفاتنا ومن الكلام اللي احنا بنقوله لبعض، مش بالكلام اللي احنا بنوجههم بيه. مش بيعرفوا يتعلموا لما نقعد نقول لهم اعمل كذا اعمل كذا اعمل كذا، مش بيتعلموا. لكن بيتعلموا من التصرفات اللي هم بيشوفونا بنعملها وبنطبقها فعلا. يعني لما بيلاقونا بنقول كلمة حاضر وفعلا بننفذ ورا حاضر دي، بننفذ اللي احنا قلنا ان احنا هنعمله، بيبتدوا يتعلموا الكلمة وبيبتدوا فعلا يعملوا بيها، وبنبتدي نسمعهم بيقولوها. ودي حاجة حلوة قوي ان هم ياخدوا بابا وماما قدوة ليهم. كمان ممكن لما يبتدوا بقى ياخدوا الخطوة دي ويبتدوا يقولوها، نبتدي احنا نشجعهم قوي ونقول لهم الله دي كلمة حاضر، دي كلمة حلوة قوي ومريحة جدا، شفت بابا وماما انبسطوا ازاي لما انت قلت حاضر. نبتدي نشجعهم كتير ونسقف ونعمل هليلة وزيطة واحتفال كبير قوي لما يقولوا كلمة حاضر، فيتشجعوا اكتر. ممكن كمان لما يبتدوا يقللوها شوية نقول لهم فين كلمة حاضر الجميلة، فين احلى حاضر بسمعها من حبيبي. الكلام ده كله بيشجعهم ان هم يقولوها وبيشجعهم ان هم يسمعوا الكلام. لكن الزن عليهم ان احنا نقعد نقول لهم قول كده قول كده قول كده، هيخليهم ما يعملوش اي حاجة. بس مع الاسف ده مش معناه ان هم هيبقوا على طول بيقولوا حاضر، لا، في اوقات كتيرة جدا هيكونوا ما بيسمعوش الكلام، ده طبيعي وما فيهاش مشكلة وعادي، ده طبيعة سنهم وطبيعة الأطفال عموما. فاحنا ما نيأسش، ونفضل نشجع ونفضل نسقف ونحتفل كتير قوي قوي لما يقولوا الكلمة دي ويسمعوها مننا، بنقولها كتير لبعض وللطفل. ميرسي واشوفكم الفيديو الجاي. باي.